مرحبا ويا هلا فيكن من جديد معي أنا فافو. فيديو اليوم رح نحكي فيه عن شوية أفكار لهدايا رمضانية بحالة لقيتوا دعوة على الإفطار. شو الهدية يلي ممكن تاخدوها معكن؟ بس قبل ما نبدأ لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة، هالشي بيكون دعم وتشجيع لإلي حتى استمر بفيديوهات وأفكار بتحبوها. الفكرة الأولى هي مطربانات رمضان. ممكن تختاري 3 أو 4 مطربانات بهالحجم تقريبا وتعبيهن بأكلات رمضانية وتحطيهن على صينية أو صحن مناسب. أنا هون اخترت صينية نحاس، حسيتها كتير بتلبق مع المطربانات، وعبيت المطربان الأول مكسرات مشكلة، والمطربان الثاني حبات زبيب مغطاية بالشوكولا، والمطربان الثالث تشكيلة فواكه مجففة. لفيت خيط برلاب أو خيش على كل مطربان وبعدها ربطته وعملت هيك ببيون صغير ولزقت عليه نجمة ذهبية، كتير طلع كيوت ولذيذ. لفيت الصينية والمطربانات بورق هدايا أو سلوفان شفاف وربطته من فوق وثبت عليه شريطة على شكل ببيون وبلون حلو ومناسب، وقصيت هلال من ورق جليتر موجود عندي. راح استخدمه كرت لأكتب عليه عبارة رمضانية. ثقبته بالخرامة من زاوية علوية وعلقته على هدية، وهيك كان الشكل النهائي كتير رائع ومميز وأنيق، وأحلى هدية ممكن تقدميها بهالشهر الكريم. الفكرة الثانية هي فانوس رمضاني، تقريبا نفس مبدأ المطربانات. ممكن تختاري فانوس حلو وبحجم كبير نوعا ما ومناسب لديكور البيت يلي رح تزوريه، وتعبيه بشوية أكلات رمضانية، ولا تنسي تحطي فيه شمعة من نفس قياس الفانوس، وكمان ضيفي له شريطة أو كرت أو أي شي بتحسيه مناسب. وممكن حتى تختاري فوانيس صغيرة إذا كنتي رح تزوري عيلة عندهم أولاد، تعملي لكل ولد منهم فانوس وتعبيه بأكلات خاصة بالأطفال. كمان رح تكون هدية كتير لطيفة وكيوت. الفكرة الثالثة صينية رمضانية. اختاري صحن كبير أو صينية بشكل حلو ومميز وعبيها بأكلة من صنع ايدك. أنا اليوم اخترت أكلة سوكسي شوكولا، سبق وحضرناها بفيديو الأسبوع الماضي. بعد ما حطيت السوكسي زينته بشوية فواكه مجففة مثل مشمش وكرز، طعمهم كتير طيب وألوانهم حلوة. بعدها غلفت الصينية منيح وزينتها بشريطة لون مناسب وبس. الفكرة الرابعة هي تنسيقة فواكه. بما انه رمضان عم يكون بالصيف، فكتير مناسب انك تهدي تشكيلة فواكه خاصة بعد الصيام طويل. أنا هون عملت تشكيلة بسيطة، ما كتير اشتغلت عليها لأنه بس حابة أعطيكم فكرة. بقى تنسيقتي شوي متواضعة. استخدمت فازة عندي إياها، حطيت فيها قطعة ستايروفوم وقصيتها لحتى نزلت تماما على قياس الفاز، أو كانت ضيقة شوي لحتى علقت بشكل كامل. حطيت فوقها ورق أخضر مقصوص بيعطي شكل حلو مع الفواكه. استخدمت أعواد خشبية طويلة نفسهم يلي بنستخدمهم للشوي. قطعت الكيوي بأشكال نجوم والأناناس بقطاعات وردة، كتير لذيذين وتغيير شكل عن المألوف. وممكن كمان تعملي الفريز مغطى بالشوكولا إذا عندك وقت. أنا استخدمته مثل ما هو اليوم، وعلقت سياخ الفواكه على الستايروفوم بهالشكل. بعدها لفيت التنسيقة بورق سلوفان شفاف
وهيك صارت جاهزة. بتمنى لكم شهر مبارك جميعا وصيام مقبول إن شاء الله. شوفكن الأسبوع الجاي بفيديو جديد وأفكار ووصفات جديدة. باي باي.